إذ يمعنون بغزة التقتيل، المانعين من الإغاثة أهلها ودماؤهم تجري هناك سيولا، الكاذبين المفترين بأنهم قد طبقوا التوراة والإنجيل، وسيعلم الباغي مغبة مكره، ولسوف يعلم من أضل سبيلا. يا ابن السعيدة يا بقية عزنا، يا من رأوا بك صارما مسلولا، قف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، مزق به زمر الطغاة أذقهم طعم المنون على يدي جبريل. جاءوا على قدر يسوق لحتفهم من بعد نأي عن مداك طويلا، أحرق جثامين البغاة ورجسها وانثر على أشلائهم بترولا، طهر به ماء المحيط منظفا خطرا على ماء المحيط وبيلا، سطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا، نحن الشهادة والشهيد وشاهد، ولأسدنا قد فصلت تفصيلا، نطقت فصاحتنا بلحن كفاحنا أعلى البيان صواعقا وقتيلا، صوت الرصاص أبو البيان بلاغة وأشد إفصاحا وأقوى مقيلا، سندك جيش البغي ببأسنا ونرده خلف الحدود دليلا، فالعيش تحت الاحتلال جهنم زقومها غسلينها المردولا، أهل السعيدة يا طلائع زحفنا، يا من رضيتم بالإله وكيلا، ورفعتم القرآن فوق جباهكم، ورضيتم الهادي الحبيب رسولا، سرتم على درب الجهاد بعزة سعيا لجنات الخلود مقيلا، يا من صبرتم للحصار طويلا في عزة تعلو المجرة طولا، تحت القذائف والحريق بحكمة لم تقطعوا التكبير والتهليل، لقنتم الدنيا الدروس صريحة لا تقبل التزييف والتدجيل، إن الأعز محمدا وجنوده، والله أكبر ناصرا ووكيلا.